بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم محمد أحمد من قناة المجال التقنية. النهاردة هنعمل بيبال. هنفعله، بس أنا هفعله بالفيزا بتاعتي الشخصية، وانت ممكن تقدر تعمل بيونر أو تعملها فيزا بنك مصر، أو تشتريها فيزا إلكترونية. تمام. أول حاجة بنروح تسجيل الاشتراك. تمام. ونختار حساب شخصي، ما نختارش حساب بيزنس او شركات، وندوس كونتينيو. تمام. تمام. اكتب العنوان وكلمة المرور وحاجة تاني. هوقف الفيديو. تمام. بعد ما كتبت كلمة المرور والبريد، اول حاجة هنا نكتبها الاسم بتاعك بالانجليزي، ما ينفعش بالعربي. وهنا اسم الاب او اسم الجد، اي حاجة. تاريخ الميلاد، اكتب تاريخ ميلادك الصح. دقيقة واحدة. 1900. تمام. هو كده كتبنا تاريخ الميلاد. بعدين هنا نكتب عنوان الشارع بتاعك او الادرس بتاعك. تمام. انا هو كاتبه. تمام. انت لازم تحط البريد العنوان بتاعك صح، عشان عشان ده هتعمله شارع انت. تمام. هنا نكتب المدينة او اللي انت بتسكن فين بالظبط، عاصمة ايه. نحط الجيزة بتاعتك يعني. وهنا نكتب الرقم البريدي. تمام. وهنا نعمل برضو الجيزة. تمام. هنا تحط الرقم الهاتف بتاعك. بعد ما نحط رقم الهاتف هندوس موافقة. هوقف الفيديو وهاجي تاني. وبعد ما كتبنا الايميل بتاعك او الرقم بتاعك، هنا بنيجي نكتب رقم البطاقة. هنا بنحطه، او اذا كان ماستر كارد او فيزا او جي اي بي او اي حاجة انت معاك، بس لازم تكون مقبولة وسيلة الدفع. تعملها مثلا بيونر او فيزا بنك مصر او فيزا بنك الاسكندرية، ومعاك برضو القاهرة. وممكن تشتري فيزا الكترونية. هحط الفيزا، وبعد ما نفعله ان شاء الله هوريكم دلوقتي. بس هوقف الفيديو عشان دي بيانات شخصية وما تنفعش تخرج برا. وزي ما احنا شايفين انا فعلته بالفيزا بتاعتي وكله تمام. مفيش اي مشاكل هتقابلك بعدين. الحساب مش هيتقفل، تقدر تستقبل عليه اموال وكل حاجة انت معاك. ان شاء الله يا رب اكون افدتكم. دلوقتي نستنى الحساب. تمام اهو. تم انشاء وتم اضافة البطاقة. انت لما تيجي تضيف بطاقة هتبقى بالشكل ده. انت لو معكش بطاقة او معكش فيزا، ممكن تعمل ممكن تعمل مثلا كده. هو هيجيلك بالرابط بالشكل ده مثلا يعني. انت لو مش معاك بطاقة وعايز تعمله فيما بعد، مثلا تشيل الكلمة دي لما يجي اختيار البطاقة، ونعمل بعدين انتر. تمام. هو كده هيروح تلقائيا على صفحة البيبال الأصلية. وممكن ما تحتاجش فيزا، بس هي الفيزا عشان تستقبل أموال و... وتبعت عليه بس كده. وممكن تضيف حساب البنك بتاعك. تقدر تعمل فيزا بيونر، وهينزل شرح ان شاء الله. يا رب اكون افدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.